هو ايه الخرا ده؟ بص، علشان ننتهي من الموضوع ده، انت دلوقتي راجل مبدئيا عندي برد، تمام؟ فما تقعدش تحلو عليا وتقول لي بتخنف وبتاع، فعيب عليك، ما يصحش. اعتبر دي البرسونا الجديده. انت دلوقتي راجل بتقدرني وبتقدر نظرياتي وشايف محتوايا مميز وجديد، طب ما تدعم اللي خلفوني، يا رجع لي الشغف، اعمل لايك، اشترك في القناه، انصح حبايبك يتفرجوا. يلا بينا نبدأ. قبل ما اكلمك عن يوسف خوري الحقيقي، عايز اقول لك ان فيلم كتكوت ده عامل زي ما تجيب لوحة فنية مسروقة طبعا وتقول انا هزوقها اكتر فتروح شاخ عليها. الفيلم قايم على التيمة اللي اتهرت من المصريين، وهي تيمة شبيه الشرير اللي بيتم تجنيده من قوة الخير ويتزرع وسط العصابة علشان يوقع باقي الأفراد، اللي بتتعمل من أيام رواية سجين زندا اللي هي سنة 1864 تقريبا، وبعدين اتعملت في فيلم صاحب الجلالة بتاع فريد شوقي، وبعدين أخطر رجل في العالم بتاع فؤاد المهندس، ولا تراجع ولا استسلام، واللي بالي بالك وغيره. والفيلم بيدور عن إن يوسف خوري الحقيقي شخص مشبوه ودخل مصر، فالحكومة قلقت قبل ما يقبضوا عليه في ناس حقنوه بحاجة سمموه، فاتنقل المستشفى ما تفهمش ازاي، ولا دي مستشفى مين وليه سايبينه على الأجهزة طالما مفيش حد من أهله مثلا. هو المفروض إن هو مش في غيبوبة، لا ده بيقولك مخه باظ ومات إكلينيكيا، يعني قلبه بس اللي شغال بالأجهزة. وبعدها بيتم تجنيد كتكوت اللي هو شبهه علشان يتزرع وسط العصابة ويعرف يوسف كان في مصر ليه ومين اللي تبعه وهكذا. فيبدأ العبط بقى، وتلاقي الفنان علي حسنين اللي هو مارك مجند عدنان وجاك علشان يقتلوا يوسف، وفي نفس الوقت هما اللي كانوا متكلفين بتفجير القنبلة مع يوسف، وفي نفس الوقت مارك عايز فلوس المتفجرات من يوسف، والمفروض ان هو ما ياخدش منه الفلوس انما ياخد من رؤسائه، وبعدين تلاقيهم عايزين من يوسف الشريحة اللي ناقصة علشان تكمل القنبلة، ما تفهمش مين مع مين والصراع على الشريحة ولا على الفلوس. المهم بقى ان كتكوت في النهاية بياخد القنبلة بعيد وتنفجر بأمان وهو بينجو في آخر الفيلم وكده. اردم بقى على الترجيع ده كله وتعالى نبص على شخصية يوسف خوري الحقيقي اللي كالعادة بيقتلها محمد سعد في مهدها بالعشوائية. الشخصية مبنية كويس جدا، شخص مجهول عنده هويتين مش معلوم صحتهم، يوسف خوري وعباس عياش، حواليه شبهات تفجير في أماكن كتير من العالم، شغال مرتزقة، بيتكلم أكتر من لغة، خفيف وسريع، ملاكم وسباح، شكله مميز ومدلع نفسه وسلاسل وحظاظات وشعره طويل. ومبدئيا هو مش اسرائيلي، مش عشان صاحبته اسمها ماجي عزرا يبقى هو كمان من هناك، انما هو خدام اكل عيش. ونيجي لاهم تفصيله في شخصيه يوسف خوري وهي عينه. والنظرية بتقول إن يوسف خوري عنده ارتخاء في الجسم ناتج عن شلل في العصب السابع حصل له وهو مراهق. طبعا أنت هتفكر ده حصل له بسبب الملاكمة مثلا، إنما لا، النظرية بتقول إن يوسف خوري اتصاب بفيروس الهربس في فترة المراهقة من كتر النجاسة، لأن ده فيروس جنسي، وده سبب له شلل في العصب السابع فضل مكمل معاه بسببه ارتخاء الجسم. النظرية بتقول إن يوسف خوري اسمه الحقيقي دودايف مسخدان، مولود في الشيشان من أب شيشاني مسلم وأم لاتينية من بيرو. دودايف او يوسف طول عمره بالراوي وبتاع مصلحته، اي حاجه فيها فلوس هو راشق ويبيع اي حاجه علشانها. وفي الحقيقه كمان اللي كان بيميز يوسف مش القوه البدنيه ولا المظهر القوي، طول عمره كان جسمه قليل، ولكن كان عنده اصرار على انه يعمل الحاجه، اصرار انه يبقى بطل كيك بوكسنج رغم انه كان بيتضرب في البدايه كتير جدا، اصرار انه يوقع ماجي عزرا في حبه رغم انه ما بيحبهاش، بس هو عايز يثبت لنفسه انه يقدر يعمل ده، فيتمحلس لها لحد ما تحبه وبعدين يوهمها انه بيحبها. طول الوقت هو عايز يثبت لنفسه انه بيعرف يعمل الحاجه حتى لو مش لازمه. دودايف صحته ما كانتش افضل حاجه، لكن هو طول عمره بيقاوح، عنده مشاكل في الكبد من كتر الكحول، وده يفسر انه عنده كرش. اما عن معالجه ثغرات الفيلم فالحقيقه انا مش هرقع فيه حاجه، انا مستلم بس خط يوسف خوري وماليش دعوه بالارجزه اللي بعد كده، وانا اقصد هنا الشخصيات مش الممثلين. فبالتالي النظريه اللي جايه ملهاش علاقه بالفيلم، انما هي صياغه جديده. النظريه بتقول ان يوسف خوري كان في اسكندريه بيزرع جزء من القنبله اللي هيكملها في ميعاد التفجير بعدين لما تجيله ماجي، وبعدين المجموعه اللي اختلته هم اللي عايزين يقوموا بتنفيذ مكانه علشان ياخدوا فلوس التنفيذ بعد ما اتقلب عليه من ولاد العم اللي طلبوا منه يفكر. ولاد العم اللي انت عارف هم مين طبعا، اعتبروا يوسف كارت محروق لما لقوه فيه جزء انساني ظهر عليه في لبنان. عملية تفجير اتراجع عنها لما صعب عليه أطفال أيتام، رغم إنه كان هيفجر في مصر عادي، ولكن قلبوا عليه لما لقوا فيه احتمالية إنسان بسيطة، فقاموا كلفوا جاك وعدنان بتصفيته والتنفيذ مكانه. أما الحاج علي حسنين اللي هو مارك ده والبت اللي معاه دي مش فاهم إيه حكايتهم والله، ليه البت دي تبقى تبع المافيا وتروح للحكومة تقول لهم ده كتكوت مش يوسف، ولا هي أصلا مزروعة عند علي حسنين؟ إيه الطرطرة دي؟ أنا مش فاهم. المهم يا سيدي إن يوسف لما اتحقن بالسم ده
احنا اتفقنا اني بصير من جديد، ماليش دعوه بالفيلم. ها، لما اتحقن يوسف للسن ده دخل في غيبوبه مش زي ما الفيلم بيقول، مات اكلينيكيا. ولما تم استبداله بكتكوت في المستشفى، الحاج كامل واللي معاه ما اهتموش بامره ورموه في مقابر السلقه باعتباره ميت ومحدش هيسال عليه، حتى ما دفنوهوش. وبسبب انهم ما دفنوهوش، النظريه بتقول ان يوسف خوري ما ماتش وانه فضل مراقب اللي بيعمله كتكوت. طبعا انت فاكر انه هيكون بيراقب في صمت علشان ينتقم، انما في الحقيقه لا، يوسف اتهد بسبب المواقف اللي حصلت له ورا بعض، وعرف ان مش كل مره الاصرار والمقاوحه هتجيب نتيجه، وان قوته ممكن تخونه وصحته كمان، وكمان اللي شغال معاهم. فالجزء الانساني اللي جواه زاد اكتر وفضل مراقب كتكوت واللي بيعمله وهو عاجز عن انه ياخد خطوه ايجابيه، ولكن على الاقل هو مش بيتدخل بالضرر. النظريه بتقول ان بعد الانفجار كتكوت مات، واللي ظهر في اخر مشهد هو يوسف الحقيقي اللي عمل كمية مكياج رهيبة ضد المية علشان يبقى شبه كتكوت، علشان بس ينهي المهمة بابتسامة الحاج كامل وباقي الفريق، وبعدها اختفى. ودي كانت آخر مرة يستخدم فيها يوسف الإصرار علشان يحاول يبقى شبه كتكوت ويحاول يقاوم ارتخاء الجفن اللي عنده ويفتح عيونه الاتنين. والنظرية بتقول إن الاحتمال الأكبر إن يوسف ميت دلوقتي بسبب صحته اللي كانت منهارة، ولو عايش فأتمنى إنه ما يكونش رجع للي كان فيه. في النهاية متنساش اللايك والشير والسبسكرايب والجرس، وتعملي كومنت برأيك وترشيحاتك، وسلام. حسن الهلالي موجود معانا على المركب.